جئناكم لنقف على هذا المبنى يا أهل جمة الكرام، يا أهل الخير والنشامة، يا أحفاد النجاشي وأبا جفار، يا أهل الخير والإحسان. جئنا لنقف على هذا المبنى الشاهد الذي نرقب له صعودا إن شاء الله، كيف لا، وهو تابع للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مدينة جمة. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت، وفي القلب أسعدت. اللهم ارزقنا وإياكم البركة في كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الإخوة المشاهدين والناظرين إلينا. هذا أخي وحبيبي الأستاذ عاطف من دولة فلسطين الحبيبة. الله يحييك. حياك. جاءتكم فلسطين إلى عقر دياركم تزوركم يا أهل جمة الأحرار، ومحدثكم من الجزائر من بلد 1,500,000 من الشهداء. رحمه الله. جئناكم لنقف على هذا المبنى يا أهل جمة الكرام، يا أهل الخير والنشامة، يا أحفاد النجاشي وأبا جفار، يا أهل الخير والإحسان. جئنا لنقف على هذا المبنى الشاهد الذي نرقب له صعودا إن شاء الله، كيف لا، وهو تابع للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مدينة جمة. عهدناكم كرماء طيبين، إن أردتم الاستثمار مع الله عز وجل فاستثمروا هنا. هنا تستثمر الأموال، هنا تدفع الأموال، زكواتكم، فضل أموالكم، حر أموالكم، بل رأس أموالكم هنا، حتى نعلي شأن هذه المدينة المباركة التي كانت في يوم من الأيام مملكة إسلامية، وهي آخر الممالك سقوطا. يا أيها السادة الكرام، يا من يشاهدني، أسأل الله رب العرش العظيم أن يوفقكم لبناء شاهق يليق بأبا جفار، ويليق بالنجاشي، ويليق بدولة سماحة الدكتور آبي أحمد حفظه الله ورعاه، وفتح الله لكم وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.